بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. خوتي وخواتاتي، اش اخباركم؟ هانيين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي نقدم لكم فيه الطريقه ديالي كيفاش كنحتفظ بهذا النوع ديال البصله، تنقول لها البصله الخضاريه او البصله الحريف. هاد البصله هذه من الخضار الموسميه، كتكون غير في واحد الفتره قصيره في السنه، ومن بعد كتختفي. يعني ما كنستافدوش منها بزاف. الوقت فاش كتكون فيها هاد البصله ما كنستافدوش به بزاف، مع انها زوينه بزاف وكنعشقوها، ولو نبقاو ناكلوها السنه كامله. وباش غادي نحتفظوا بها ونقدروا نستافدوا منها لاكثر مده ممكنه، غادي نحتفظوا بها الا دابا موجوده في السوق ثمن مناسب. نقدروا ناخذ واحد الكميه معقوله ونوجدوها ونحتفظوا بها في المجمد ان شاء الله، ونبقاو نستافدوا منها اطول مده ممكنه وخا يفوت الموسم ديالها. عندي هنا واحد الكميه ديال البصله الخضاريه او الحريف كيف ما كتلاحظوا. دابا غادي ندوز نقيها. كناخذوا البصله ديالنا، اول ما حاجه كنقيوها. هنا خديت بلاستيكه فاش نوضع داك الزبل ديالها حاشاكم، مباشره نوضعو في البلاستيكه. هنا غادي نقسم كيف ما كتلاحظوا. عندي البصله هنا طويله، غادي ناخذ هنايا النص ناخذ نقسمها، نخلي هاد الكركوبه دايره بوحدها ونقسم هذا بوحدو. هذا غادي نحتفظ فيه، ما غاديش نرميه. كناخذوا هاد العود ديالها الطويل وكنقيوه من الجناب، كنزولوا له دوك الطروفه اللي زايدين اللي ما غنحتاجوهمش، حيت هذا راه مهم في البصله، راه ما كنحتفظوا به، ما كنرميوش بحال هكا. كتبقى عندنا نقيه كنحطها جانبا. حتى البصله الكركوبه حتى هي كنقيها، حتى هي كنحيد ليها القشره الفوقانيه. هاد البصله الخضاريه كتجي زوينه مع لي سالاد السلطات ومع الكفته، كنشرملوا بها الكفته، كتجي غزاله. اي جميع المشويات كتجي فيهم زوينه بزاف، وما كان ودوماج للاسف ما كنستافدوش منها بزاف. دغيا كتفوت الموسم ديالها صافي ما كنلقاوهاش مازال. صافي هذه حتى هي على هذا الشكل. كناخذوا هاد الكركوبه هذه بوحدها وهاد العود هذا بوحدو، وكنقيو على هذا الشكل. صافي ونحتفظ به. هنا غادي نقسمها على جوج الاقسام، النصف ديال الكركوبه بوحدو والنصف ديال العود الطويل بوحدو بحال هكا. صافي ونستمر تنقي كاع الكميه ديال اللي عندي. كيف ما كتلاحظوا انا وجدت هذه الكميه ديال البصله، ها هي نقيتها. دابا غادي نديها نغسلها ونخليها تتقطر مزيان، ونمسحها بواحد الورق نمسحها بورق المطبخ. بعد ما غسلت البصله وخليتها تقطرات مزيان، دابا غادي ناخذ واحد ورق المطبخ ونحاول نمسحها مزيان، ما نخليش فيها حتى شي قطره د الماء، تكون ناشفه. نمسحها مزيان، ما تبقى فيها حتى شي قطره د الماء بالورق المطبخ او بشي منديل عندكم نقي. خديت هنا لاله مولاتي الحادقه اللي مهنياني ونافعاني، هذه هي حبيبتي اللي مهنياني ونافعاني من تماره. وخديت هنا القراده هذه غادي نقطع فيها هادو المدورين، هاد الكركوبات،
والقراده غادي نقطع فيها هاد الطوال. بسم الله. نبدا هنا باش نكونوا مسربيين. ناخذ واحد بسم الله وكنقطعها على شكل دوائر رقيقه. هاد الشكل هذا نحتاجوه نسوطيه ونستعملوه في بزاف ديال الشهيوات. نشحروا به اللحم، اي نوع اي شهيوه بغينا. كنحتاجوا هاد البصله هكايا مقطعه دوائر رقيقه. الشكل ديال هاد العويدات هادو قطعتهم على هاد الشكل دوائر رقيقه. كناخذ هاد لي بواط اللي كيدخلوا للمجمد وغادي نوضعهم فيهم. ها هما كما كتشوفوا على هاد الشكل. غادي نسد عليهم مزيان. غادي قبل ما نسد عليهم غادي نوضع عليهم بلاستيك الغذائي. دابا ندوز نوجد الشكل الثاني ديال البصله. بقاو لي هاد الكركوبات ديال البصله غادي نقطعهم هكا عشوائيين واخا غلاط. وغادي نوضعهم هنا في هاد الاله العجيبه. لاله مولاتي الحادقه. هذه لاله مولاتي الحادقه. هنا وضعت واحد الكميه ديال هاد البصله قطعتها غير هكا كليط. غادي نقطع رقيقه هنايا. هنا هاد البصله كيف ما كتشوفوا قطعتها هكا رقيق. هذه كنحتاجوها بزاف لي سالاد ولا كنزيدوها على الكفته ملي كنبغيو نشرملو الكفته. هذه غادي نوضعها جانبا هنايا. دابا ولاو عندي جوج الانواع ديال البصله. البصله هنايا البصله على هذا الشكل والبصله على هذا الشكل. كتشوفوا البصله على هذا الشكل قطعات رقيق. هذه بزاف كنحتاجوها في دوك لي سالاد وخصوصا ديك الشلاضه المغربيه بمطيشه والبصله ديك كتجي فيها غزاله بزاف. نتوما خوتي وخواتاتي الطريقه كيفاش كنحتفظ بالبصل البصله الخضريه او البصل الحريف كيف ما كنقولوا او البصل الاخضر. ورا بصله من الخضر الموسميه بسرعه كيتقاضى الموسم ديالها ولكن ما كنستافدوش منها بزاف وهي زوينه. هذه الطريقه باش نقدروا نتناولوها ولو يفوت الموسم ديالها. ودابا غادي نغلق عليهم لي بواط. غنوضع عليهم البلاستيك الغذائي ونغلق لي بواط ونوضعهم في المجمد. وقت ما احتاجيتهم كناخذ الكميه اللي بغيت وكنرجعهم للمجمد مباشره. كنتمنى هذه الطريقه هذه تكون عجباتكم. بارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا، مع الاحباب ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم.
كنشكركم بزاف على المتابعه. نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد، وبسلام عليكم.